تعليق محمد أبو تريكة على أزمة وسام أبو علي مع النادي الأهلي وطلب الرحيل عن النادي الأهلي، حيث علق تريكة تصريح مهم جدا جدا يا أهلاوي يا عظيم. اعمل اللايك، دعم التصريح أبو تريكة بلايك مهم جدا جدا عشان يوصل لكل أهلاوي في مصر وفي الوطن العربي. حيث قال تريكة: وانت بتفكر في قصة وسام ما ينفعش تفكر ان ده قرار مرتبط بفرد، لا، ده قرار مرتبط بقاعدة انت بتحطها لكل افراد الفريق. ما اقدرش اراهن على الانتماء فلان او حب علان او ثقتي في اي شخص، انما لازم اراهن على القاعدة اللي المؤسسة هتحطها. وسام عايز يمشي، تمام، مفيش لاعب مجبر يقعد، ولكن وفقا لمصلحة الفريق الاهلي حط التارجت لبيع وسام وهو 9.5 مليون دولار زائد الامتيازات، واعلن ده. اكيد الرقم مش مطلق وطبيعي يكون فيه مرونة، ولكن في اطار معقول وفقا لتقييمك للاعب. حتى لو التقييم كان مبالغ فيه في نظر البعض، في النهاية هو أصبح معلن، ودي حقيقة مطلقة مش وجهات نظر. طبيعي الرقم ده ممكن يقل ل9 أو 8، إنما مش الطبيعي أرجع أوافق على رقم زي 5.5 مليون دولار. الأهلي أعلن رفض هذا المبلغ. القصة هنا مش فلوس، القصة إنك لو قبلت الرقم اللي أجبرك عليه اللاعب بعكس المعلن منك بفارق كبير، انت لازم تبص ان الاهلي في محيط سوق مختلف. فريقك كله نجوم زي زيزو وامام عاشور وبن رمضان وبن شرقي وتريزيجيه وديانج. سهل جدا الصبح تلاقي عرض لكل دول من نادي واحد في السعودية. ايه المعيار اللي انت هتكون حاطه؟ التعاقد بتاعك مع اللاعب زائد التارجت بالنسبة لك، ولا ضغوط اللاعب ورغبته بعيدا عن التعاقد او الارقام اللي انت عايزها. الاهلي لما راح فاوض فريق هيونداي الكوري عشان جوستافو سوزا، النادي رفض بيع اللاعب الا بالسعر المحدد. بن رمضان النادي المجري رفض بيعه الا بالسعر المحدد، ولما رجعت فاوضته وعرضت السعر المناسب باعهولك. الكلام بتاع الباب يفوت جمل ومع السلامة، كلام شكله حلو، بس في الزمن اللي احنا فيه سلاح بتديه لأي لاعب يتلعب بيك. لو اللاعب صحي الصبح عايز يمشي هيقولك مش هحضر المعسكر، او هينزل ستوري او هيتمارض. انت على المدى البعيد لو كسبت فلوس النهاردة وتنازلت وقبلت ب5 مليون دولار احسن من ما فيش، تمام حلو، بس هتخسر بكرة ملايين وهتدي سكة لأي لاعب يتعامل بنفس النمط السلوكي وهو عارف دراعك بتتلوي ازاي. القصة دلوقتي اكبر من الفلوس، كل لاعب حرفيا قاعد مستني يشوف انت هتتعامل ازاي. بعد كده ممكن يبقى جه عرض للاعب ب8 و9 مليون دولار ودي قيمته، بس الوكيل واللاعب هيقولوا للنادي لا، اعرض 4 ولا 5 مليون دولار بس، واحنا هنضغط على الاهلي وهنتمارض وهنغيب عن التمرين، والاهلي هيوافق على ال4 مليون دولار وعوضنا احنا بقى بالفارق في الراتب الشخصي. ما انت خلاص اديت الناس السكة وسوق الوكلاء أوضة وصالة. أنا ما عنديش أي مشكلة في بيع وسام أبو علي مع إصراره ده بصراحة، ولكن طالما الأهلي أعلن أرقام مستهدفة بقت أمر واقع ممكن تبقى مرن فيها، ولكن في حدود. لو جت بيع عشان تقول ان عندك نظام للفريق ولكل اللاعبين، غير كده هتاخد بقى 5 و6 مليون دولار علشان الناس خايفة نخسرهم ووسام ما يجيبهمش بعد كده. لا بس صدقني انت هتخسر فلوس كتير قوي في المستقبل لو السيناريو ده اللي حصل، وهتحط قاعدة هتدفع تمنها غالي مع لاعبين كتير، وهتبقى النقطة الفارقة تاريخيا في ده هو الرضوخ للرقم اللي كان وسام عايزه مش اللي انت اعلنته. كلامي ده بسجله للايام وهتمر الايام وهفكركم بيه.